أهلا بكم لمواصلة الفترة الإخبارية لقناة طيبة لهذا اليوم، وهذه الحلقة من مراسلون. تقوم مديرية الصحة بأسوان بمجهودات كبيرة من أجل مراقبة الأسواق خلال عيد الفطر المبارك، حيث نظمت إدارة الطب الوقائي حملات لمراقبة 55 منشأة غذائية، وتم عمل 44 عينة لمواد غذائية مختلفة. صرح بذلك دكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، وأضاف أنه تم تحرير عدد من المحاضر على بعض المنشآت والباعة الجائلين، كما تم إعدام مواد غذائية منتهية الصلاحية. التفاصيل والزميل أشرف عباس. غاب الأمن، غاب كل شيء، وفقد المواطنون أهم وأكبر نعم المولى، فنعمة الأمن يفتقدها أهالي قرية الحجيرات بمركز قنا، مما أدى لانتشار السلاح غير الشرعي بين المواطنين، وبالتالي تزايدت حوادث القتل وظهرت بقوة عادة الأخذ بالثأر، ويكاد لا يمضي أسبوع حتى تحدث حادثة قتل في الحجيرات. الأمن يعني في حديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم: من بات في سربه آمنا عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فاحنا ما فيش اي حاجة من حذافير الدنيا معانا، لان الامن غيب عندنا. ممكن اي مشكلة، سواء اي منازعة بسيطة جدا، يعني مشكلة بسيطة جدا جدا، ممكن تتفاقم وتوصل ضرب نار على اتفه الاسباب. ليه؟ غيب الامن، ما فيش امن عندنا. ونشدنا كتير وقلنا يا اخواننا الحقونا، يا اهل الخير الحقونا، البلد بتخرب. انا من ضمن الناس، مثلا احد ابناء القرية ليه سنتين سبت البلد. سبتها ليه؟ سبت ملكي، ساكن في ملكي في بيتي وبيت ابوي وبيت عيلتي، وسبت عيلتي ورحت سكنت بالايجار، واخد شقه بالايجار في المدينه. ليه؟ عشان ايه؟ عشان ما فيش امن. خايف ممكن في لحظه من اللحظات ابقى واحد عليه ثأر، انا ابن عمي، اخويا، اي حد من عيلتي عمل مشكله مع حد، ممكن توصل تبقى ثأر بعد كده. وإلى جانب غياب الأمن تتفاقم معاناة الأهالي من نقص مياه الشرب النقية وقلة الأماكن المخصصة للمدارس والتعليم، حتى أنه لا يوجد معهد أزهري واحد في هذه القرية التي يتعدى تعدادها 50,000 نسمة. مشكلة أكثر أهمية برضو اللي هي مشكلة المياه. البلد هنا بتعبي جراكن، كل بيت بياخد معاه جراكن ويعبيها الجركن بجنيه يوميا في القرية كلها. يعني احتمال بنصرف حوالي 4-5 آلاف جنيه يوميا جراكن مية تتعبى على السبع نجوع، وعربيات بتاجي تملاها. بناخد مرة من ابو دياب، بناخد مرة من الصمدة، بناخد مرة بنعبي مية من القنوية، بناخد من القرى المجاورة عشان مشكلة المية. فهي لو مشكلة المية يعني اتحلت هتحل مشاكل كثيرة جدا. يعني هل عايزين برضك نعرف السبب؟ هل عشان عدم وجود مرشح مية، ولا احنا بعتنا برضو في لقاء الاثنين وعملنا تحليل المية وادينا لهم في معامل ان المية اتحللت، لقوا برضو المية مالحة جدا. ما فيش حد فكر فينا، لا في المحافظة ولا في شركة المية ولا في اي شيء عن مشكلة المية. في كذا مشكلة هنا. في مشكلة التربية والتعليم. احنا رحنا للمحافظ اللي حاليا قاعد، اتكلمنا معه على المدارس، فكتبنا في الطلبات حولوها على وزارة التربية والتعليم. وزارة التربية والتعليم قالت ما فيش أراضي. احنا عندنا أراضي، عندنا مدرسة هنا بجوار النقطة أرض يعني، وفي نجعون قبلي برضو. راح المحافظ حولها على المجلس وافق ان فيه حتتين أرض، واخد بالك. فلا حياله من تنادي، احنا بلدنا بالذات ما حدش مدور عليه. ورحنا للمحافظ احنا علشان خاطر رمية الشرب، والله العظيم يمكن 15% فشل كلوي بسبب المياه. ما فيش مياه حلوة خالص، اما نشرب مياه مالحي. وانا عندي ناس عندها فشل كلوي ممكن يجيبها لك.
أهالي قرية الحجيرات مدينة قنا يعانون أشد المعاناة من انعدام الأمن، هذه المشكلة التي تؤرق كل المواطنين، كما يعانون أيضا أشد المعاناة من غياب المياه والأراضي المخصصة لإقامة المدارس. إن انتشار التعليم في هذه القرية وارتفاع المستوى المعيشي هو ما سيؤدي إلى الأمن بين المواطنين. كان معكم محمود تغان وعدسة متصل لطفي.